هذه قصة شاب كان على موعد مع صاحب الله في إحدى بلاد الفسق والفجور والمجون، وكان قد تواعد معه في أحد الفنادق ليعاشر امرأة بالحرام ليعمل الفاحشة. يقول: فلما وصلت إلى الفندق كنت على موعد مع صاحبي، رأيت الفندق تشتعل فيه النيران. يقول: حاولت الدخول لم أستطع، حاولت أن أقاوم النيران وأدخل فأنظر إلى صاحبي، يقول: لم أستطع. يقول: رجوت الله عز وجل ألا يكون هو قد دخل قبلي. يقول: وبعد أن أطفئت النيران واشتعل الفندق كله نارا وهدأت النيران، يقول بعد ساعات طويلة دخلت مع الإطفائيين، يقول أتفقد الفندق، يقول فإذا بي أصل إلى الغرفة التي تواعدت مع صاحبي فيها. يقول: فدخلت فرأيت صاحبي مع صاحبته قد عاشرها بالحرام وقد زنيا وهما عاريين، قد تفحما واحترقا، وهذه نهاية مؤلمة. هذه فضيحة الدنيا، لكن ما فضيحة الآخرة؟ ما من ميت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ولهذا قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا. بعضهم يقول آخر مرة أفعلها وأتوب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا، ساء المصير الذي يصل إليه الزاني. أما في الدنيا قد احترق، نسأل الله العافية، وفي قبره يحترق إن لم يتب الله عليه، وفي الآخرة خزي وعار وفضيحة عند الله عز وجل. ولا